السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا مره اخرى في فيديو جديد وقضيه جديده. وفحال ديما ما ننساش نفكركم ما تنسونيش من لايك ديالكم، تعليقاتكم، والناس اللي ناسين ما يشتركوش في القناه هذا هو الوقت المناسب. ان شاء الله ما بقى لينا والو ونوصلوا ل 200 الف مشترك. بالنسبه لاحداث القضيه ديالنا اليوم هما احداث اللي غادي يديونا لامريكا، قضيه من داكشي اللي كيعجبكم، واحد اللغز اللي معقد مزيان فيه بزاف ديال التفاصيل، وفي النهايه الاحداث كلها غادي تقلب وانا متاكده باللي غادي تصدموا. كانوا بزاف ديال الناس اللي مشتبهين بهم في هذه القضيه، وانما الفاعل كان يمكن اخر واحد كيتوقعوه. قضيه اللي خدمت عليها بزاف، هي نورمالمون كاينه دوكيومونتير في نتفليكس زوين بزاف، تفرجت ليه بزاف ديال المرات، خديت منه بزاف ديال المعلومات، وغادي نخليه لكم لتحت في صندوق الوصف هكذا الناس اللي عزيز عليهم يتفرجوا في هذا النوع ديال الدوكيومونتير والقصص الحقيقيه. فبلا ما نزيد نطول عليكم، الا كنتم مستعدين خلينا نبداو. احداث القضيه ديالنا وكيف ما قلت لكم غادي تسافر بينا لامريكا، وغادي تردنا بالضبط لعام 2000. غادي نتعرفوا على واحد الشخص اللي اسم ديالو دافيد، ولكن كلشي كيعيط له ديف. داكشي علاش حتى حنايا في الاحداث ديال القصه ديالنا غادي نسميوه غير ديف. عام 2000 كان في عمره 23 عام. الطفوله ديالو ما عندنا عليها حتى شي معلومه وما غادي تنفعنا في حتى شي حاجه، داكشي علاش غادي نزابيو الطفوله وغادي نمشيو بالضبط منين دار 23 عام في عمره، بالضبط عام 2000. كان خدام ميكانيسيان في وحده من الشركات ديال المدينه فين كيسكن. واحد النهار غادي تدخل واحد البنت جديده تخدم معاه في نفس الخدمه. هاد البنيه زوينه، الاسم ديالها ايمي، وتقريبا كان في عمرها حتى هي شي 22 23 عام. شافوا بعضياتهم، داز هداك لو كوران الاعجاب، بداو كيهضروا وغادي يلقاو راسهم من بعد انهم دخلوا في علاقه بلا ما يفكروا. ديف كيقول بلي في الاول كل شيء كان زوين لدرجه انه ما عقلش على راسو فوقاش ولدو بنيه ووليد كانوا فرحانين. كان كيقول باللي اكتمل له هذاك الحلم الامريكي ديال ان تكون عندك دار، يكون عندك وليدات، مرة اللي كتبغي، طوموبيل. المهم داك الحلم الامريكي كان كيقول باللي اكتمل. وانما هادشي ما غاديش يدوم بزاف، لان من بعد هو كان كيخدم بالصباح، ايمي كانت كتخدم بالليل، ما بقاوش كيتشوفوا بزاف. هادشي اللي خلاهم يبداو كيتباعدوا والعلاقه ديالهم تبرد. فاوتوماتيكمون غادي يفكروا انهم يتفارقوا، لان لحد الان واخا عندهم بنيته ووليد راهم ما عمرهم ما تزوجوا. فصافي قرروا على انهم ينفصلوا بطريقه حبيه. كانوا ناس اللي مثقفين واعيين، كل واحد غادي يشد طريقه، الا ان ايمي قررت انها تدي الولاد وتمشي تسكن في واحد المدينه اخرى، المدينه الاصل ديالها. وانما هو ما عمر ما تخليه هادشي لراسو نهائيا. كانت عنده الفكره انه ما عمره ما غادي يحرم ولادو من الام ديالهم، يعني فين ما مشات ماماهم بطبيعه الحال غادي يبقاو معاها بلا محامي بلا قاضي بلا حتى شي حاجه. وانما في نفس الوقت كان كيقول بلي الوجود حتى ديالو مهم، يعني بالفراق ولا ماشي الفراق خاصو يبقى قدام ولادو. داكشي علاش غادي ياخد واحد القرار صعيب، غادي يخلي دارو ويخلي خدمته ويخلي كل شيء في هذيك المدينه ويمشي يرحل حتى هو للمدينه ديال ايمي ويبدا من الصفر. مشى لتما ما كيعرف حتى شي واحد، ما عارفش منين يبدا، وانما كيقول باللي الصنعه ديالو عاوناتو، وتما قدر على انه عاوتاني يخدم في واحد الورشه ديال السيارات كميكانيسيان وصافي. عاوتاني غادي يخدم، بدا بشويه بشويه كيدير المعارف، وهنا غادي يوصل عام 2012. وفي هذاك العام كانت في العمر ديالو 35 عام. بدا كيحس بالوحده، كيحس براسو دائما بوحديته، كيمشي كيخدم وكيجي للدار، ما عنده ما يدار، ما عندوش مع من يهضر، ما عندوش مع من يخرج، وليداتو كيجيو عنده غير في الويكاند وصافي. فهنا بدات كطيح عليه الفكره انه يشي شويه يبدل الحياه الشخصيه ديالو ويتعرف على شي وحده. فهنا غادي ياخذ البيسي ديالو واحد الليله وغادي يقيد راسو في واحد السيت ديال التعارف. دخل جميع المعلومات ديالو، سميتو، الطول، شنو كيعجبو، شنو اللي كانتريسيه، وغادي يقول باللي هو ما كيقلبش على علاقه جاده، يعني كيقلب على شي وحده اللي تونسو صافي. دازو شي ايام ما هضرات معاه حتى شي وحده، حتى لواحد النهار منين غادي يدخل هذاك الموقع غادي يلقى واحد الميساج من عند واحد السيده الاسم ديالها ليز، في عمرها 34 عام، دايره بان حتى هي عندها بنيته ووليد، مطلقه وعايشه غير بوحديتها. عندهم بزاف ديال القواسم المشتركه، منهم بجوج بيهم كيبغيو الحيوانات، لدرجه ان ليز كانت مربيه جوج ديال الكلاب، جوج ديال القطوط، وكانت مربيه حتى حنش. كانوا عزيز عليها لي موطو وحتى هو كذلك. المهم لقاو راسهم باللي كيتفاهموا، فغادي يتكلم معاها، عرفتو على راسها ومباشره غادي يتلاقاو.
كيقول بلي الموعد الاول كان قلبه كيضرب وكان شويه خايف، ولكن مباشره غادي يحس براسو مرتاح مع ليز، وشاف بحال الا كيعرفها من شحال هادي. كانت انسانه فيها بزاف ديال الحيويه، فيها النشاط وعزيز عليها الحياه، عزيز عليها تعيش. فتما غادي تبدا العلاقه ديالهم، بداو كيخرجوا كيتلاقاو كيمشيو يسهروا بجوج بيهم، تطورات العلاقه ديالهم. ولكن ديف كيقول باللي لقى داكشي اللي بغا، لان رغم انهم كانوا بجوج بهم على علاقه، ولكن كانت عطيه المساحه ديالو، يعني كيدير شنو ما بغا حتى كيبغيها عاد كيلقاها. وهكذا غادي يبقاو تقريبا لمده ديال 6 شهور، ما كيتشوفوش كل نهار، ما كيتعيطوش في التليفون كل نهار، وانما مره كيتلاقاو وكيدوزوا وقت زوين. فهاديك 6 شهور غادي توقع واحد الحاجه اللي غادي تقلب الحياه ديالو. واحد النهار ديف كان خدام في الورشه ديال الطوموبيلات فحال كل نهار، حتى غادي تجي عنده واحد المراه الاسم ديالها كاري، جابت له الطوموبيل ديالها على اساس هي فيها شي حاجه ماشي هي هذيك وخاصها الميكانيسيان. المهم بداو كيهضروا، وانما ديف منين شافها غادي يحس بشي حاجه ماشي هي هذيك، عجباتو لواحد الدرجه كبيره، جاتو كتهضر بواحد الطريقه زوينه، طريقه اللباس ديالها، المهم اعجب بها. ولكن في هذاك الوقت كيهضر معاها على اساس كليانا وهو ميكانيسيان، وكان كيقول بلي من بعد امبوسيبل يعاود يشوفها، لان هذيك البلاصه فين ساكن كبيره، ما عارف شنو سميتها، ما عارف حتى شي حاجه عليها. فعلا غادي يصوب لها الطوموبيل ديالها وغادي تمشي بحالها، ولكن واخا هكاك بقات كدور ليه في بالو. دازت المده ديال 3 ديال السيمانات، واحد النهار عاوتاني جالس في هذاك الموقع ديال التعارف، حتى شويه غادي يطلع ليه كاري كيقول بلي ما يمكنش تكون هي. مهم غادي يصيفط لها ميساج قال لها بلي انا كنعرفك، وهي غادي تجاوبه من بعد 5 ديال الدقائق وغادي تقول له حتى انا كنعرفك. وديف ما غاديش يتردد باش يصيفط ليها هذيك الساعه ميساج ويطلب منها انهم يخرجوا ويتعشاو انصامبل، وكاري غادي تقبل، وهو كان غادي يطير بالفرحه. خرجوا مع بعضياتهم، بدات كتعرفوا على راسها. كاري واحد الانسانه اللي ساكنه في واحد المدينه صغيره، كبرات مع الوالدين ديالها وولدات واحد الوليد اللي الاسم ديالو ماكس، منين كان في عمرها يلاه 17 عام بواحد الغلط. ومن بعد غادي تعطي هذاك الوليد الام ديالها، وهي غادي تكمل لونيفرسيتي، خدامه واحد البوست زوين بزاف داكشي ديال الانفورماتيك. كيقول باللي بنت مختلفه على كاع البنات اللي كيعرف، مثقفه زوينه كتعرف تهضر وفيها بزاف ديال الانوثه. المهم شافها مختلفه على كاع البنات اللي عرف في حياته كامله، ومن بينهم حتى السيده اللي ولد معاها 2 ديال الوليدات. فكانوا فرحانين، تعشاو هذيك الليله، وغادي يعرض عليها تمشي معاه للدار ويكملوا السهره ديالهم. فهي غادي تقبل، وفعلا هو غادي يركب في طوموبيلته وهي كذلك، وغادي يمشيو للدار. دايف كيقول باللي منين وصلوا للدار مازال حتى ما جلسوا شي حد كيصوني عليه، فهو منين نزل باش يشوف شكون غادي يلقاها ليز وبحكم ان واحد المده طويله ما بقاوش كيهضروا، صافي فهمت بلي العلاقه ديالهم سالات. فداك الشيء علاش جات للدار باش تهز شي اغراض شخصيه ديالها كانوا تما، حوايجها، شي تا ديال السنان، شي حاجات ديال الشعر. وجات صدفه هذيك الساعه اللي هو عارض على كاري. المهم غادي يطلع عند كاري وغادي يفسر ليها شنو اللي كاين، وهي غادي تستأذن منه وغادي تخرج. ليز طلعت للدار، هزت داكشي اللي غادي تهز، وكيقول باللي ليز كانت واقفه، ومن بعد كاري نزلات. غادي يشوفوا في بعضياتهم تقريبا شي 3 ديال الثواني، من بعد حتى شي وحده ما غادي تهضر مع الثانيه، وكل وحده غادي تمشي. كاري غادي تركب في الطوموبيل ديالها وتمشي بحالها، وليز غادي تطلع معاه للدار. المهم كيقول بلي جمعات حوايجها، قالت له بلي انا زعما ما عنديش مشكل الا بغيتي تبدا الحياه ديالك من جديد، انا فقط محتاجه هاد الاشياء وغادي نمشي بحالي. فهزت كل شيء ومشات. وهنا ديف غادي ياخذ التليفون وغادي يعاود يتصل بكاري، وقال لها زعما سمحي لي على هادشي اللي وقع، وقال لها فين كنتي زعما رجعي عاوتاني مره اخرى. ولكن هي قالت له صافي انا راني وصلت للنص ديال الطريق وقربت للدار، الا بغيتي اجي نتايا عندي لداري. وداكشي اللي كان، هز الطوموبيل ديالو وغادي يمشي عندها هي لدارها. كيقول بلي منين دخل بدا كيحاول يفسر لها وكيقول لها بلي هذيك علاقه سالات، وانما كاري قالت له بلي حنايا اصلا ماشي في علاقه، يعني الا كنتي كتعرف شي وحده انا ما عنديش فين ندخل، حنايا فقط غادي نبداو نتلاقاو زعما هكذا ندوزو وقت زوين مع بعضياتنا وصافي. وهو كان عاجبو الحال لان داك الشيء علاش كان كيقلب. ومن هذاك النهار بالضبط غادي تنطلق العلاقه ديالهم، ولو كيتلاقاو تقريبا كل نهار، لان الخدمه ديال كاري كانت لاصقه في الدار ديال ديف، دونك كانت كتمشي تخدم، كيجيو يتغداو بجوج بهم في الدار، بعض المرات حتى كانت كتبات معاه، وغادي يبقاو هكا
المده ديال 2 الاسابيع تقريبا. كانت جالسه عنده في الدار، يعني كتمشي تخدم، من بعد كيتلاقاو كيهضروا. المهم كان عاجبهم الحال، ودايف حس براسو بلي لقى الحب ديال حياته، لان حتى هي ماشي شي انسانه متسلطه وكتبقى تحسب له التحركات ديالو، وهو داكشي علاش كان كيقلب. دابا من بعد ما غادي تدوز 2 الاسابيع بالضبط وهما العلاقه ديالهم مزيانه، واحد النهار دايف غادي يكون في الخدمه، فاق مع 6 ديال الصباح، سلم عليها لانها كانت بايته معاه، ومن بعد نزل من الدار غادي للورشه ديال الخدمه. كيقولوا بلي تقريبا مع 10:30 غادي يوصلوا ميساج من عند كاري، غادي تقول له فيه بلي انا فكرت مزيان وبغيتك تجي وتسكن معايا في الدار. هو غادي يتصدم، لان بالنسبه ليه هذا الموضوع هضر فيه بزاف ديال المرات. هو ما عزيزش عليه القيود، ما عزيزش عليه هكا يمشي ويسكن مع شي وحده، وخصوصا على انه مازال يعني ما دوزوش بزاف ديال الوقت باش تفكر هذا التفكير. فغادي يجاوبها هكا، غايقول لها بلي كنظن هذا الموضوع رحنا هضرنا فيه وانا كنرفض هاد لا بروبوزيسيون. ومن هذاك الوقت كاري غادي تهز وحده وغادي تحط وحده تانية، غادي توري له الوجه الحقيقي ديالها. غادي تصيفط له واحد الميساج خايب بزاف ما فيه ما يتقرا، خسرت ليه الهضره وقالت له باللي ندمت على النهار اللي دخلتك فيه لحياتي. هو غادي يتصدم. المهم بقى جالس تقريبا شي ساعتين حتى دار ديك 12 وكان خاصو يدخل للدار باش يتغدى. منين دخل للدار غادي يلقى كاري هزات حوايجها، هزات كلشي ديالها، ما خلات حتى شي حاجه ومشات. ومن هذاك النهار غادي يبداو كيوصلوه ميساجات ديال كاري، ميساجات كلهم عنف، كيف ما قلت لكم كتخسر له الهضره وكتعبر له على شحال هي كتكرهه. ودايف كيقول باللي هذه هي الضريبه ديال منين كتعرف على شي حد في مواقع التعارف وكتدخلوا لدارك ولحياتك وانت ما عارفوش. تقدر تكون هذه شي حمقى الا عندها شي مرض، المهم انسانه ماشي طبيعيه اللي غادي يطلب منه شي حاجه ويرفضها وغادي تبقى كتهضر معاه بهذاك الاسلوب. ولكن حتى لهنا ما كانش كيجاوبها. ما غاديش نكذبوا ان دايف حتى هو عاش واحد الفتره ديال الحزن، ما كانش عاجبو الحال لانه ولفها ولانه ما كانش كينتظر منها هذا الشيء. بدا كيخاف شويه لان فهادوك المساجات ولاو كيوصلوه حتى تهديدات. الام ديالها يعني الام ديال كاري اللي سميتها نانسي كتقول باللي كاري واحد الانسانه اللي ما كتخبي حتى شي حاجه، يعني اللي في قلبها على لسانها. الا شافت بلي هذاك السيد خدلها وبلي دار فيها شي حاجه خايبه راه اوتوماتيكمون غادي تقولها له ما تحشمش. وانما واخا هكاك هي واحد الانسانه مربيه. الام غادي تقول لهم باللي انا ما عنديش شي علاقه وطيده مع كاري، لان هي في حالها في حياتها وكتعرفوا المشاكل اللي كيكونوا ما بين البنات والامهات. ولكن واخا هكاك كانت كل مره كتصل بها كتجاوبها، ولكن هذه راه لمده تقريبا ديال 10 ايام كتصل بها وما كتجاوبهاش نهائيا. الام كتقول باللي هي عارفه بالعلاقه ديالها مع دايف، داكشي علاش كانت كتقول باللي دايف سورمون غادي تكون عنده شي خبر عليها. فغادي تمشي عند البوليس وغادي تعلمهم بهذا الشيء كامل. غتقول لهم بلي بنتي هذه 10 ايام ما بانش عليها حتى شي اثار، وغتقول لهم بلي اخر مره كانت كتمشي عند دايف كانت عنده كتبات، لان كيف ما قلت لكم ساكن قدام الخدمه ديالها. فدايف غادي يكون خدام واحد النهار حتى غادي يوقفوا عليه البوليس. بداو كيهضروا معاه، غادي يشرح لهم كل شيء، بلي طلبات منه يمشي يسكن معاها، من بعد ولات كتهددو ولات كتسبو، وغادي يجبد التليفون ويوريه لهداك المحقق. فالمحقق غادي يفهم ديك الساعه باللي هذه من هذوك البنات اللي ما كيطوليريوش الفراق. كاين واحد النوع ديال البنات الا مشات حتى تفرقات مع شي واحد راه كتندمو، كتولي معيشه في الجحيم. ما كتعرفش ان الانسان طلقتي منه اولا صافي كل واحد يشد حاله وصافي كتمشي وتبدا حياتك من جديد. هادشي كينطبق على البنات كيف ما كينطبق حتى على شي رجال اللي حتى هما كيبقاو معذبين المراه وتابعينها وما كيخليوهاش تعيش. فالمحقق غادي يقول باللي كاري غادي تكون وحده من هاد الناس، داكشي علاش قال له غير نسى، راه غادي تبقى كتهدد حتى تعيا ومن بعد غادي تنسى. الام ديال كاري اللي سميتها نانسي حتى هي غادي تقول لهم بلي من بعد تقريبا شي 12 يوم بداو كيوصلوها ميساجات من عند البنت ديالها، خصوصا في الانترنت، يعني في شي موقع كان عندهم في هذاك الوقت كانوا كيوصلوها دا ميساج من عند البنت ديالها، بحال مثلا في عيد الام غادي تقول لها عيد ام سعيد. المهم كتقول لها انا مزيان، وواحد النهار غادي تقول لها بلي انا مشيت لواحد المدينه اخرى لقيت خدمه اخرى بغيت نبدا حياتي، وغتقول لها تهلاي ليا في ماكس لان الولد ديالها راه دائما باقي مع الام. ومن بعد ما بقات كتوصل بتا شي حاجه. في هذا الوقت اللي مازال دايف من طبيعه الحال كيتوصل بمساجات خايبين من عندها، واحد النهار ليز غادي تجي عنده، دقات عليه في الدار وطلبت منه ينزل لان باغا توريه شي حاجه. فدايف منين نزل غادي توريه الطوموبيل ديالها اللي كلها مشرطه.
قالت له باللي ما فهمتش شكون اللي غادي يكون دار لي هذا الشيء، بالاضافه لانها غادي تجبد له التليفون. وهنا غادي يتصدم منين غادي يعرف باللي كاري وصلت حتى ليز، حتى هي كتعايرها وكتسبها وكتقول لها غادي ننتقم منكم كاملين. ما فهمش في الاول علاش ليز، واش كانت كتغير منها، واش حيتاش شافت هذاك النهار ما حملاتهاش، واش قالت يقدر هذا ما يكونش باغي يسكن معايا لان باقي عينيه فليس. المهم مشات جابت النمره ديالها وبدات حتى هي كتهدد فيها وكتشرط ليها الطوموبيل. يعني ان الامر هنا ولا ما كيقتصرش غير عليه، ليز عندها وليدات فخاف عليها وغادي يمشي للبوليس ويقدم بلاغ. بالنسبه للمحقق كيف ما قلت لكم، بالنسبه لي هذه القضيه ماشي شي حاجه اللي غادي ينوض ويبدا يحقق ويقلب على كاري، لانها كتبقى كبيره من حقها انها تمشي وتختفي على الانظار، وفقط كتهدد غير هكاك انسانه اللي مازال ما بارياش من هذاك الالم ديال الفراق، داكشي علاش كتهضر وصافي. فما غاديش يديروا له شي حاجه كبيره، غيقولوا له غادي تبقى كتهضر ومن بعد غادي تسكت. ديف غادي يخرج من مركز الشرطه وغادي يبقى عايش في واحد الدوامه ديال الخوف. تخيلوا على ان التليفون ديالو كيكون جالس حتى كيبقاو يوصلوا له دي ميساج، لا ميساج 80 90 ميساج من اكثر من 40 رقم، يعني ان هذه ولات مهووسه به وكلهم نفس الميساجات، تهديدات كيخسروا له الهضره. وبعض المرات كانت كتقول له مثلا انا كنشوف فيك انت ها شنو لابس، الكليانه اللي قدامك ها شنو لابسه، وكانت كتصيفط له دي ميساج كتقولوا بلي غادي ينتقم حتى من هذوك الكليانات اللي كيجيو عندك. بعض المرات كانت كتصيفط له التصاور ديال الطوموبيلات ديال الكليانات مع الماتريكول وكتقول ليه باللي غادي ننتقم منهم، بيناتكم علاقه ولا ما بيناتكمش، المهم اي وحده كتقرب ليك غادي ننتقم منها. تخيلوا حتى لهاد الدرجه وصلت بها، لانها كتقول باللي هي تعرفت عليه بهذيك الطريقه، يعني اي وحده تقدر تعرف عليه. المهم بقى عايش هكذا، المهم ولا عايش واحد الدوامه اللي خايبه بزاف. تخيلوا لان بعض المرات مع 4 ديال الصباح كتصيفط له دي ميساج وكتقولوا بلي انا كنت حاطه ودني على الباب ديال الدار ديالك وسمعت كل شيء. حتى هو منين كيحل الباب كيبقى كيقول باللي ما بقاش كيفرق ما بين الحلم وما بين الخيال وما بين الحقيقه. بعض المرات كيبان له الخيال ديال شي حد ولكن ما كيكونش متاكد واش بصح شافها ولا لا. مهم السيد ولا عايش الرعب بمعنى الكلمه، كيوصلوه تقريبا اكثر من 120 ايميل كل نهار. دابا خصكم تحطوا راسكم في هذاك الموقف باش تقدروا تخيلوا الرعب كيفاش داير. انا تكون هاز التليفون ديالك حتى شويه يبقى يوصلوك الميساجات وكلهم تهديدات، وانا كنشوفك انت هنا منين كيهز عينيه ما كيشوف حتى شي حاجه. فغادي يرجع عند البوليس مره اخرى، والمحقق اللي كان مكلف بهذه القضيه كيمشي لهذوك البلايص قدام الخدمه ديالو، كيوري للناس التصاور ديال كاري، يعني شي واحد يكون شافها ولكن ما كيلقى حتى شي حاجه، ما عمر شي واحد ما شافها في هذيك المنطقه. سورمون غادي تكون كتخبي راسها، كدير نضادر، كدير هكا الكاسكيت باش حتى شي واحد ما يتعرف عليها. ولاد ديف كيف ما قلت لكم كانوا كيمشيو عنده كل ويكاند، وبحكم ان من هذاك الوقت ديال الفراق خلى العلاقه ديالهم مزيانه مع ايمي، يعني كانت او كورون بهذا الشيء كامل اللي كيوقع، عارفه بلي كاينه شي وحده اللي كتهددو اللي واصله معاه لشي مواصل خايبين. داكشي علاش خافت على ولادها ومن حقها بطبيعه الحال. فغادي تقول له بلي الولاد ما يبقاوش يجيو عندك الويكاند للدار، الا بغيتي تشوفهم تقدر تجي عندي انا للدار وتشوفهم وجلس معاهم، تقدر حتى تبات معاهم، المهم على ود السلامه ديال ولادي ما يمشيوش عندك للدار. فهو كان متفهم وفعلا كان كيمشي عندها كل ويكاند باش هكذا كيشوف وليداتو، لانه ما كانش كيقدر يدوز الاسبوع بلا ما يشوفهم. من جهه اخرى ليز واحد النهار غادي تتصل به وغادي تقول له بلي هي ما كانتش في الدار. من بعد من رجعت للدار غادي تشوف بلي الشرجم ديال بيت النعاس ديالها كله مهرس، شي حد دخل ليها للدار صور ليها الدار كامله، ومن طبيعه الحال غادي تكون هي كاري، لان الصور وصلوها من التليفون ديال كاري، تصاور ديال بيت النعاس ديال بيت ديال الاولاد. من غير هادشي هزات العكار ديالها وبدات كتكتب لها في الحيط شي حاجات خايبين، يعني ليز، وكتكتب لها عاهره ولا مهم كتكتب ليها بزاف ديال الكلام اللي خايب واللي كيجرح. فعاوتاني غادي يتصل به وهو غادي يمشي عندها للدار، لان بالنسبه ليه كانت ليز هي الضحيه في هذا الشيء كامل، لان الا كان عنده المشكل معاها او عندها المشكل معاه علاش غادي تادي ليز وهي عندها وليدات صغار وهي ما عندها حتى شي علاقه في هذا الشيء. هي فقط كانت معاه واحد الفتره من حياته وكانت انسانه اكثر من طيبه، فكان كيحاول انه يحميها، كان كيمشي كيبات معاها في الدار، المهم دائما كيبقى هو وياها في التليفون. وهذا الشيء ولا عاوتاني شويه كيخلق علاقه ما بيناتهم، يعني بحال الا ولاو كيسترجعوا الماضي، وبحال الا كيقول باللي هاد السيده هي اللي تستاهلني اكثر.
وغادي يبقاو هكاك تقريبا لمده ديال عام. بعض المرات كانوا كيوصلوه دي ميساج، كاين شي اسابيع اللي الميساجات كيتجهدوا، بعض المرات الميساجات كيخفافوا شويه، وغادي يبقى متعايش مع هذا الامر لمده ديال عام. وتخيلوا على ان عام وكاري ما بانتش نهائيا، ما عمرها ما مشات عند الام ديالها، ما عمرها ما شافت ولدها، يعني صافي ولا الهم ديالها الوحيد هو انها تبقى فوكاليزي غير عليه. خصوصا على ان المحققين منين غادي يمشيو عند الام ديالها وغادي يتاكد ليهم باللي بنتها فيها ثنائي القطب وفيها اكتئاب حاد، ومنين مشات خلات الدواء ديالها في الدار. وانتم كتعرفوا الناس اللي مرض الله يحسن العوان بمرض ديال ثنائي القطب، هاد الامراض النفسيه والاكتئابات الحاده، راه منين كيقطعوا الدواء يقدروا يديروا اي حاجه. فالمحققين كانوا متاكدين باللي كاغي هي اللي من مور هادشي كامل، وتقدر دير اي حاجه وفي اي لحظه. دايف الحياه ديالو ولات كتمشي غير الاسوأ، شهر على شهر ولا ما كيحش براسو مزيان، عايش في الرعب، عايش في الخلعه، الحياه ديالو ما بقاتش مستقره، كيحس براسو عاوتاني مره اخرى وحيد، ولا عطيها غير للشراب ما بقاش كيصحى، كيقول بلي ما بقاش باغي يعيش في هذا العالم لان كلشي مبرزطو وكلشي كيخلعو. فواحد النهار غادي يكون جالس في واحد الملهى ليلي، ماشي ملهى ليلي، المهم شي بار هكا كيشرب، حتى شويه غادي يوصلو ميساج من عند ليز اللي غادي تقول له باللي الدار ديالها شعلات فيها العافيه. هز الطوموبيل ديالو ومشى كيجري، غادي يلقى بلي الدنيا مطوقه بالبوليس البومبيه، وفعلا كيحاولوا على انهم يطفيو العافيه من الدار ديال ليز. كيقول باللي رجليه ما بقاوش قادرين يهزوه، غادي يجلس في الارض ويشد في راسو لان ما كانش عارف واش ليز كاينه في الدار، واش كاينين وليداتها تما اللي ما عندهم حتى شي ذنب. ولكن لحسن الحظ ليز غادي تقدر انها تهرب، ولحسن الحظ ان وليداتها ما كانوش في الدار، وانما غادي تفقد الحيوانات ديالها كاملين لانها ما قدراتش تهربهم. فغادي يمشي عندها كيحاول يهضر معها، ولكن الحاله النفسيه ديالها كانت خايبه بزاف. المحققين من بعد غادي يدخلوا، غادي ياكدوا ليها باللي شي حد شعل العافيه، يعني بفعل فاعل، وغادي ياكدوا باللي كاغي هي اللي كدير هذا الشيء كامل. فهنايا المحقق اللي كان شاد هاد القضيه بحال الا عاد بدا كياخذ هاد القضيه او سيريو، وكيقول باللي تقدر تكون قتلات 3 ديال الرواح بالغير الحيوانات اللي تقتلوا، اكثر من 4 أو 5 ديال الحيوانات اللي ماتوا، فكانوا غادي يكونوا حتى خسائر بشريه. داكشي علاش بالنسبه ليه ما يمكن لهمش يبقاو مربعين يديهم وكيتسناو كاغي كدير شنو ما بغات، كيخصهم ضروري يبداو يتحركوا. المحقق غادي يمشي عند ليز هذيك الساعه، بدا كيحاول يهضر معاها، كيقول لها زعما شنو العلاقه ديالك مع هاد كاغي وعلاش غادي دير فيك هاد الشيء كامل. قالت لهم العلاقه الوحيده اللي عندي معاه هو ان السيد اللي هي كانت معاه دابا كان صديق او لا كان بيناتنا علاقه في واحد المده ولا واحد الفتره، ولكن العلاقه ديالنا ما كانتش جاده، يعني انا منين شفتو معاها ما حسيت حتى شي احساس، وكنت انسانه محترمه وما عمرني ما اديتها بشي حاجه. علاش هي غادي تاديني؟ فقط لانني في واحد الفتره كنت معاه. فكانت خايفه، كيف ما قلت لكم النفسيه ديالها كانت مدمره مزيان. مباشره من بعد الحادث مشات جلسات عند ديف واحد المده، ولكن من بعد غادي تقول له بلي قررات تخوي المدينه نهائيا، ما تبقاش تما، وقالت له زعما احترم القرار ديالي، انني ما نقولكش البلاصه فين غادي نمشي، لانها كانت خايفه ان ديف حتى هو يكون عنده شي علاقه في هذا الشيء. المهم ما بقاتش كتثق ولا تشكى في كل شيء. داكشي علاش غادي تهز وليداتها، غتاخذ داكشي القليل اللي بقى من الدار لان الدار كلها تحرقات، وغادي تخوي المدينه. وديف غادي يحس براسو باللي حتى هو جا الوقت اللي يخوي فيه المدينه، لان ما بقى عنده ما يدار. قرر على انه يبدل الخدمه، يبدل المدينه، يبدل دارو، ويبدل حتى النمره ديال التليفون. وغادي يبقى هكاك تقريبا لمده ديال عام، غادي يعيش عام وهو مرتاح، وما عمر ما غادي يوصلو شي ميساج من عند شي حد. بدا حياته من جديد، لقى خدمه جديده، وخا كان كيحاول بعض المرات يوصل ليز ولكن ما قدرش، وانما كيقول غير الا كانت مزيانه ماشي مشكل، المهم هو ان كاغي ما تكونش اداتها وصافي، يكون هذا الموضوع تنسى وكل واحد مشى شد طريقه. دابا غادي نوصلوا بالضبط لعام 2014، عامين على الوقت ديال الاختفاء ديال كاغي. جاو محققين مشاو محققين، فواحد النهار غادي تعاود يتجبد الملف ديال كاغي. واحد المحقق اللي الاسم ديالو شريف غادي يثير الانتباه ديالو هذا الملف، وغادي يقول باللي ما فيش تحقيقات زعما اللي غادي يخليوهم يتوصلوا لشكون اللي حرق الدار ديال ليز، فين هي كاغي، وعلاش هذه المده ديال عامين ما بانتش. فهو غادي يطلب من سوبيريور اولا من الرئيس ديالو انه يعاود يفتح هذا الملف ويتكلف به هو، والرئيس ديالو غادي يقبل. وفعلا غادي يعطيه جميع المعلومات على الملف، غادي يوريه فين كاين ديف، المهم غادي يوريه كل شيء.
وغادي يتمنى له حظ موفق. وفعلا شريف غادي يبدا في التحقيقات ديالو. اول حاجه غادي يبدا بها كانت هي نانسي اللي هي الام ديال كاري. فمنين غادي يمشي عندها بدا كيحاول يهضر معاها وغادي تقول له باللي هادشي فيه شي لغز، انا حاسه بلي كاينه شي حاجه اخرى، حاسه بلي كاري ما بقاتش عايشه. مهم بدات كتلمح له فشي حوايج ولكن هو ما عنده حتى شي دليل على هادشي، ولكن اي حاجه كتقولها له غادي ياخذها بعين الاعتبار. غادي تقول ليه بلي كاري واحد الانسانه انطوائيه، ما عمرني ما كنت كنعرف فاش كتفكر ولا شنو كتفكر تجاه الناس، ولا واش كاين عندها شي اعداء ولا واش هي عدوه ديال شي حد. داكشي علاش ما تقدرش تفيدهم في هذه القضيه، وانما كتقول لهم بلي بنتي واحد الانسانه طيبه، وبلي هذه القضيه ديال انها تغبر لمده ديال عامين وما تشوفش ولدها انا ما داخله ليش لراسي. المهم غادي ياخذ منها بعض المعلومات وغادي يتاكد باللي فعلا هي كان عندها ثنائي القطب، خدا الملف ديالها الطبي وغادي ياكد باللي الا كانت هذه المده كامله ما كتشربش الدواء فتقدر تكون دارت شي حاجه في راسها اولا دارت شي حاجه في شي حد اخر حنا مازال ما عارفينوش. داكشي علاش هذه القضيه كانت صعيبه بزاف عليه. في الوقت اللي شريف كيقلب على كاري وعاوتاني غادي يجبد هذا الدوسي من جديد، ديف كان عايش بوحديتو، عايش في امان، كل شيء هو هذاك. حتى واحد النهار عاوتاني غادي يسخن عليه راسو وغادي يقول ينوض ويجبد المشاكل على راسو. حس براسو عاوتاني السيد وحيد، قال لك شنو ما شنو ندخل المواقع ديال التعارف ونتعرف على شي وحده اخرى. فغادي يدخل المواقع ديال التعارف نفس السيت اللي كان كيدخل ليه في الاول، وغادي يلقى واحد السيده مصيفطالو بزاف ديال لي ميساج. فغادي يتكلم معاها، بانت له بنت بلي صغيره زوينه، وقال بلي علاش لا نعاوتاني نطونطي لا شانس وماشي كاع البنات اللي كاينين في هذا السيت راهم خايبين، الا كانت كاري مريضه نفسيا تقدر شي وحده اخرى تكون مزيانه. المهم غادي يبدا كيهضر معها تقريبا شي يومين وغادي يطلب منها يتلاقاو. غادي يتلاقاو في واحد الريستورون باش يتعشاو. فالسيد غادي يمشي بقى جالس وكيتسناها شويه، غادي تصيفط ليه ميساج وقالت له بلي راه كاينه الشتا، بلاتي غير تحبس الشتا وانا غادي نجي. ديف غادي يزيد يتسنى، تقريبا غادي يدوز شي 3 ديال الساعات وهو جالس كيتسنى. حتى شويه غادي يوصلوا ميساج من نفس النمره ديال هاد السيده اللي داير معها وغادي تقول له انا كاري. حس براسو بحال شي حد هز شي جنوي وداروا له في قلبه داك الاحساس ديال كيفاش وعلاش وكي دارت لقاتني وفين كانت هاد المده ديال عام كامله وهي ساقره، وعلاش عاوتاني غادي ترجع باش عاوتاني ترول ليا الحياه ديالي. فغادي يهز تليفونو ويهز طوموبيلتو ويرجع كيجري للدار. دابا من بعد ما سالت مع ليز هذاك المده ديال عام وصافي وصلت معها للستاج ديال انها حرقت ليها دارها، في نظركم لمن غادي تنتقل؟ غادي تمشي عند ايمي. تخيلوا ايمي يعني السيده اللي والد معها جوج ديال الاولاد غادي يبداو حتى هي كيوصلوها ميساجات من عند نفس النمره ديال كاري اللي كتقول ليها بلي غادي نصفيها لك ونصفيها حتى لولادك. كدوز من قدام دارها وكتصور ليها دارها وتصيفطها، لدرجه ان ايمي واحد النهار كانت مخرجه وليداتها وغادي تقول لها بلي ولدك ها شنو لابس وها فين كيلعب. ولدها في هذاك الوقت اللي تقريبا كانت في عمره شي 11 عام. فهي غادي تخلع، هزات وليداتها ومشات كتجري للدار. ومن طبيعه الحال كانت كتعلم دايف بهذا الشيء كامل، وهو فهم هذيك الساعه بلي هاد الاسطوانه عاوتاني بدات من جديد، بلي مشات غبرات عام وعاوتاني تفكراتنا، وهاد المره المقصوده كانت هي ايمي. فانا ما غاديش يفكر جوج ديال المرات دايف غادي يمشي وغادي يشري فردي وغادي يخليه عنده في الدار، حطو في البلاكار باش هكا وليداتو ما يلقاوهش، ولكن كان قريب باش لا يستري لو وقعت شي حاجه يلقى باش يحامي على راسو، لان كيقول باللي كيتعامل مع انسانه حمقى وتقدر دير اي حاجه. شريف اللي كان مكلف بهذه القضيه عاوتاني غادي يمشي ويتلاقى مره اخرى ديف اللي غادي يعاود له هذا الشيء كامل. غايقول له بلي راه المده ديال عام وهي ساكته، وعاوتاني دابا رجعت كتهضر، ودابا راها كتهدد ليكس ديالي ووليداتي وكتقولها بلي غادي نخنقهم. مهم غادي يبدا كياخذ جميع المعلومات، غادي ياخذ دوك لي ميساج. وهنا شريف غادي يمشي وغادي يستعن بواحد ليكسبير في لانفورماتيك اللي حتى هو محقق معاهم. غادي يقول له غادي تاخذ ليا هاد الميساجات كاملين وهاد لي زيميل كاملين، وغادي تعرف من اين بيسي او من اين ادريس اي بي مصيفط هاد الشيء كله. كانت شي حاجه اللي صعيبه بزاف على هذاك ليكسبير، لانه من بعد ما غادي يدخل غادي يلقى باللي هاد السيده اولا كاري كتستعمل الفي بي ان.
الفي بي ان كيخلي على ان هذيك لادريس تمحى اولا تبدل، يعني تقدر تكون انت في المغرب وطلع ادريس ديال كندا ولا ديال فرنسا، يعني بحال الا كيشوشوا على البلاصه بالضبط منين مصيفطين هذوك الميساجات وهذوك لي زيميل. ولكن واخا هكاك شريف كان كيطلب منه يدير كتر من في جهده، يقلب على شي حاجه ولا يشوف كيفاش يدير، المهم يجبد له شي راس الخيط، لان ما كاينش اللي غادي يوصلهم الكاري قد هذوك الميساجات ولا زيميل. غادي يلقاو باللي الاتصالات ديال التليفون والميساجات كل مره كانوا كيتصافتوا من بلاصه كانت كتستعمل بزاف ديال النوامر ديال التليفون، فكانت القضيه صعيبه عليهم بزاف. غادي نخليوهم هما كيقلبوا على كاري ولا لي زادريس، وغادي نمشيو بالضبط لنهار 5 شهر 12 عام 2015. هذاك النهار البوليس كانوا خدامين، حتى غادي يوصلهم اتصال من عند واحد السيده اللي كتصارع الموت، كتغوت وكتقول لهم باللي هي قريبه للبيرو ديال الشريف، كانت غاده وشي حد تيرا فيها. المهم غادي يمشيو البوليس لامبولانس وغادي يلقاو فعلا باللي واحد السيده طايحه قدام طوموبيلتها ومضروبه بقرطاسه في رجليها. فمنين غادي يهزوها ويديوها للمستشفى غادي يلقاو باللي هذيك ليز. تخيلوا على ان ليز كانت دايزه من هذيك المنطقه، نزلات باش انها تمشى قدام واحد البارك حتى شي وحده غادي تدوز بالطوموبيل ديالها وغادي تيري فيها وتزيد. كتقول لهم باللي انا ما قادراش نعرف واش مراه ولا راجل، وانما منين غادي يحيدوا ليها القرطاسه من رجليها وغادي يطابقوها مع النوعيه ديال القرطاس اولا الفردي اللي شرا ديف غادي يكون متطابق، يعني ان بالفردي ديال ديف باش تضربات ليز. ولكن ديف منين غادي يهضروا معاه كيقول لهم باللي انا براسي جيت هذاك النهار وما لقيتش الفردي، يعني شي حد هزو ليا من قلب الدار. ودابا تخيلوا معايا كيفاش ان الفردي ديال ديف به غادي تخرج قرطاسه على ليز. تخيلوا معايا على ان كاري ما تكون عندها علاقه بهذا الشيء كامل، ويكون ديف اللي كيدير هذا الشيء ومخبي مور الاسم ديال كاري. داكشي علاش هذاك ليكسبير ديال الانفورماتيك كان كيدير اليدين والرجلين. تخيلوا لانه دار واحد السيستيم جديد اللي كيخليه بحال ينقصلو شي شويه ديال هذوك لي زادريس، يخلي له لي زادريس اللي قراب، مثلا هو في امريكا يحيد له فرنسا، يحيد له المغرب، المهم انا غير كنشرح لكم وصافي، يحيد له هذوك لي زادريس اللي بعاد ويبدا كيخلي له شي شويه غير هذيك المنطقه. فبدا كينقص 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 حتى من بعد المده ديال شهر وهو كيقلب غادي يلقى واحد لادريس اي بي اللي كتعاود شي 4 ديال المرات واللي كاينه في نفس المدينه ديال المقر ديال البوليس. هنايا منين غادي يبدا كيقلب على هذيك لادريس اي بي اللي تصافتوا منها دي زيميل ودي ميساج لديف وليز والكل شيء، غادي يلقى بلي هذيك لادريس كترجع لواحد السيد الاسم ديالو تود. تخيلوا معايا ان هذاك ليكسبير ديال الانفورماتيك غادي يتصدم لانها تود بوليسي معاهم في نفس المركز ديال الشرطه. غادي يقول ما يمكنش كيفاش من الدار ديالو خارجين هاد لي زيميل وهاد الميساجات. فغادي يجيبوا امر باش انهم يدخلوا ويفتشوا له الدار كامله. كانوا بزاف ديال الحوايج متطابقه عليه اللي تخليه هو اللي يكون من مور هاد الشيء كامل، لان حتى هو اكسبير في الانفورماتيك يقدر يتلاعب حتى هو بالفي بي ان ويقدر فعلا هو اللي يكون كيدير هاد الشيء كامل وهو وراء الاختفاء ديال كاري. فمن بعد غادي يبداو كيقلبوا له الدار ديالو وغادي يعرفوا واحد المعلومه اللي مهمه بزاف. غادي يعرفوه باللي هو ساكن مع الصديقه ديالو هذه تقريبا لمده ديال عام ولا اكثر. شكون هي هاد الصديقه ديالك؟ هي ليز. غادي يقول لهم بلي منين تحرقات الدار ديالها جات وسكنات معاه في الدار وكانت كتستعمل البيسي ديالو. تخيلوا ان ليز هي اللي من مور هاد الشيء كامل. تخيلوا معايا على ان المحققين ما غادي يهضروا معاها في حتى شي حاجه، كيف ما كنقولوا غادي يبقاو داينها في الكذبه ديالها وغادي يفترضوا على ان هي تقدر تكون دخلات للدار ديال ديف وهي اللي سرقات هذاك الفردي وهي اللي ضربات راسها في رجليها باش هكذا تبعد الشكوك عليها. منين غادي يديوها لمركز الشرطه ويبداو يهضروا معاها زعما فمن شاكه، المحقق غادي يبدا كيكذب عليها وكيقول لها بلي انا شاك في ايمي. تقدر تكون ايمي هي من مور هاد الشيء كامل، تقدر تكون تخلصات من كاري وتقدر تكون باغا حتى نتيا تخلص منك لانكم بجوج بكم مشيتوا وتعرفتوا على راجلها من بعد منها. وهي قالت لهم حتى انا شاكه بلي ايمي هي اللي غادي تكون دارت هاد الشيء كامل، وغادي تقول لهم بلي عندي ادله كتاكد بلي ايمي هي اللي غادي تكون دارت شي حاجه لكاري. المحقق غادي يقولها الا كان عندك شي ايميل ولا شي ميساج غادي ينفعنا بزاف وغادي يخلينا نمشيو نلقيو القبض على ايمي هذيك الساعه.
هما كانوا باغيين انها تمشي وتكتب عاوتاني شي ايميل على اساس ايميل اللي صيفطاتو باش يقارنوا لادريس اي بي مع لادريس اللي لقاو ديجا. وداكشي اللي غادي دير، غادي تمشي للدار وغادي تكتب واحد الايميل بالاسم ديال ايمي على اساس ايمي هي اللي صيفطاتو ليها، كتقول ليها بلي انا صفيتها لكاري وغادي نصفيها لك حتى نتيا الا ما بعتيش من لاكس ديالي، يعني ان ايمي هي اللي دايره هادشي كامل. وغادي تصيفطوا للبوليس، وهما منين غادي يقارنوا لادريس اي بي غادي تخرج لهم متطابقه، يعني ان ليز هي اللي كتصيفط هادوك الميساجات كاملين من نهار وقعت هاد الكارثه في عام 2012. غادي يلصقوا ليها واحد الجهاز ديال التتبع في الطوموبيل ديالها بلا ما تحس، وغادي يلقاوها على انها في هذيك الفتره كتمشي بشكل يومي قدام الدار ديال ايمي، كدور تما وكتصورها وكتصيفط ليها التصاور. ومن غير هاد الشيء في الاول منين كاري كانت يلاه اختفت، واحد النهار غادي يلقاو الطوموبيل ديالها، فغادي ياخذوها وغادي يلقاو عليها واحد البصمه اللي ما عرفوش ديال من، اللي منين غادي يطابقوها مع البصمه ديال ليز كانت متطابقه، يعني ان ليز كانت في الطوموبيل ديال كاري. وعلاش؟ لانهما في الاصل ما عندهم حتى شي علاقه اللي كتربطهم بجوج بيهم. المحققين كان خاصهم ادله اكثر اللي غادي دين ليز باش هكذا يمشيو ويلقيو عليها القبض، لان هي بطبيعه الحال ما غادي تبغي تعترف ليهم بحتى شي حاجه. غادي يزيدوا يقلبوا. تخيلوا لان في الاول منين ليز كانوا كيتعاملوا معها على اساس ضحيه، كانوا واحد النهار خداو التليفون ديالها وداروا لي دوني كامل ديال التليفون عندهم في البيسي، ولكن ما كانوش كيقلبوا لي دوني ديالها لان بالنسبه لهم هذيك ضحيه. فشريف اللي شد هذا الملف وتاكد باللي ليز هي اللي من مور هذا الشيء كامل، غادي يمشي لهذوك لي دوني ديال التليفون ديال ليز وغادي يبدا كيقلب، وغادي يثير الانتباه ديالو باللي في هذيك الفتره قبل غير ايام على الاختفاء ديال كاري غادي يلقى مصوره واحد المرات تصويره ديال الطوموبيل ديال كاري هي والماتريكول. واش كانت مصورها باش تعقل عليها ولا الله اعلم شنو كانت باغا دير فيها؟ داكشي علاش غادي يمشيو يجيبوا مره اخرى الطوموبيل ديال كاري وغادي يديروا عليها التحليلات، وغادي يلقاو فعلا باللي في الكوسان الامامي كاين اثار ديال الدم. من بعد ما غادي يقلعوا هذيك الجلد ديال الكوسان غادي يلقاو باللي في هذاك التحتاني، يعني هذيك الصوفه اللي كتكون لتحت ولا البانج، كله عامر بالدم، يعني ان الطوموبيل ديال كاري مسرح جريمه. دابا عندنا لي زيميل والميساجات اللي كانوا كيتصيفطوا من هذاك الاي بي اللي كانت هي جالسه فيه تما. عندنا حاجه اخرى اللي هي البصمه، وعندنا الطوموبيل اللي كلها عامره بالدم واللي هي مصورها قبل من الاختفاء ديال كاري. والمحققين كيرجحوا على انها مشات وحرقات دارها باش هكذا تاكد باللي كاري هي اللي باغا تنتقم منها، ومن جهه اخرى كانت باغا تمشي وتتعرف على هذاك المحقق اولا البوليسي اللي سميتو تاد وتمشي تسكن معاه، لان الا سكنات مع بوليسي تقدر تبقى تدخل البيسي ديالو وتعرف التحركات ديالهم كاملين، ديال ايمي وحتى ديال ديف. وداكشي اللي دارت كانت كتستعن بالبيسي ديال تود باش انها تبقى كتراقبو وتبقى كتصيفطو في الميساجات. بالاضافه لهذا الشيء المحقق غادي يقول باللي صافي خاصنا اخر بيست اللي غادي تزيد تثبت هذه الجريمه عليها، فغادي يمشي وغادي يحقق مره اخرى مع ديف وغادي يقول له تفكر ليا اي حاجه عندك قديمه، شي تليفون شي كاميرا، المهم اي حاجه عندك من 2012. ديف غادي يمشي ويبدا كيقلب وغادي يلقى واحد الطابليت ولكن كلها عامره بالغبره، وطابليت اللي قديمه وما بقاتش خدامه. غادي يعطيوها لهداك الاكسبير ديال الانفورماتيك اللي كيأكد باللي الطابليت ما بقاتش خدامه، ولكن في الطابليت كاينه واحد لاكارت ميموار اللي منين غادي يديرها في البيسي كلشي كان ممسوح، يعني ان شي حد دار هذيك لاكارت في الطابليت باش يمسح التصاور كاملين ومن بعد خلاها تما. وانتم عارفين ليز هي اللي خلات هذيك لاكارت في الطابليت ديال ديف. واحد النهار استعنات بالطابليت ديالو باش انها دير لاكارت ميموار باش تمسح كلشي ومن بعد خلاتها تما، ولكن غادي يقدروا على انهم يسترجعوا جميع الصور. المهم منين دخلوا غادي يلقاو تقريبا اكثر من 11,000 تصويره، كلهم دي سيلفي ديال ليز، تصور ديال ولادها، تصورها مع ديف، تصور ديال الحيوانات ديالها. ومن بعد تقريبا شي 48 ساعه وهو كيدرس هذوك التصاور غادي يرجع بالضبط للصور ديال عام 2012 وغادي يلقى واحد الصوره اللي غادي تثير الانتباه ديالو، بحال شي صوره ديال شي يد ولا شي رجل عليها شي وشام، وهو كيعرف باللي منين كيكون العروق هكاك بارزين نورمالمون كتكون هذاك ديال الكادافر اولا ديال الجثه، فغادي يستعن بالطبيب اللي غادي ياكد له باللي فعلا هذه رجل ديال الجثه. خدا هذيك الوشمه وغادي يديها لنانسي الام ديال كاري اللي غادي تاكد له بلي هذيك الوشمه
كانت في الرجل ديال كاري، يعني ان ليز عام 2012 صورات الرجل ديال كاري وهي جثة هامدة، فغادي يتم القاء القبض عليها في البدايه ديال عام 2016. منين غادي تمشي لمركز الشرطه ما كانت باغا تعترف ليهم بحتى شي حاجه، وكتقول لهم ماشي انا، ولكن كانوا ادله قاطعه ضدها. ليومنا هذا ما عمرها ما اعترفت بشي حاجه، ولكن هما غادي ياخدوا هادوك لي زيميل اللي كتباتهم على اساس ايمي اللي كتباتهم، قالت باللي تكلمات مع كاري على اساس كانت باغا تمشي وتهضر معاها، من بعد غادي تهجم عليها في الطوموبيل وغادي تصفيها ليها في الطوموبيل وغادي تديها للدار وقطعتها ودارتها في اكياس بلاستيكيه ولاحتها في القمامه. هي كتبات هاد الشيء على اساس ايمي اللي كتباتو، ولكن في الحقيقه راه ليز اللي كتباتو. فالمحققين غادي يقولوا باللي هذه هي لا فيرسيون الحقيقيه، لان غادي يلقاو في الطوموبيل كاين الدم، كاين البصمه ديالها في الطوموبيل، وغادي يلقاو باللي فعلا تقدر تكون قطعتها ولاحتها في القمامه. ولحد الان ما عمر ما تلقات الجثه ديال كاري نهائيا. ليز كيف ما قلت لكم ما بغات تعترف بحتى شي حاجه، دايره بحال شي حمقى كتقول لهم ماشي انا، كاين شي حد اخر من مور هذا الشيء، ولكن كاع الادله ضدها. داكشي علاش عام 2017 غادي يتحكم عليها بالسجن المؤبد مع عدم امكانيه الخروج نهائيا. وعاد ديف غادي يرتاح وغادي يقول بحال الا كان هاز شي حمل فوق من ظهره وعاد حطو. ما عمره ما شك في ليز، كان دائما كيشوفها باللي هي ضحيه، كان دائما باغي يحميها، كان دائما كيقول بلي ندم على النهار اللي دخل كاري فيه للدار، كيقول بلي خاب الظن ديالو في كاري لانها كانت واحد الانسانه مثقفه وزوينه، ولكن العكس ندم على النهار اللي تعرف على ليز. وهنا خاصنا نعرفوا ان هذوك المواقع ديال التواصل اولا ديال التعارف خطيرين بزاف بزاف بزاف. صعيب انك تعرف على شي حد وتدخلو لدارك اولا تمشي تلاقاه ولا تثق فيه، لان في هذا الوقت في صراحه ما بقاتش الثقه. فردوا بالكم خصوصا الناس اللي كيدخلوا لهذوك المواقع ديال التعارف. اما بالنسبه ليز ما عرفتش واش قلت لكم ولا لا، قلت لكم حكموا عليها بالسجن المؤبد مع عدم امكانيه الخروج بصفه نهائيه. وانا غادي نكون وصلت للنهايه ديال القضيه ديالي اليوم. كنتمنى نكون شرحت لكم كل شيء مزيان، كنتمنى القصه تعجبكم. حنايا غادي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وقضيه جديده. السلام عليكم.